والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل في كل مكان، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى عظماء في التاريخ الإسلامي. بعد هذه بدء أحبتنا نعتذر عن التأخير ونعدكم بأنه لن نتكرر بإذن الله. مشاهدينا الكرام حياكم الله في هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عدة عظماء، ولكن قبل هذا نرحب بمن يصحبني في التقديم دائما وابدا، الزميل العزيز انس بيان. حياك الله يا انس. حياك الله عبد الحان، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي. نذكر بطريقة سير هذا البرنامج، عندنا عظيم وفي كل حلقة، وأول ما يتسنى لكم معرفة هذا العظيم لا نستغني عن مشاركتكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة. والجائزة $100 تسلم بشكل فوري إلى الفائز معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة إلى ختام هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله تعالى يتقبله منا ومنكم. عظيمنا لهذا اليوم أحد أبرز الفقهاء والعلماء المسلمين، فقيه وعالم مسلم، وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة. ونشأ رحمه الله في مكان مولده الكوفة، وفيه تربى وترعرع وقضى معظم حياته، وقد كان أباه تاجرا موسرا وكان من أهل الصلاح، وقد نشأ على الإسلام وتربى عليه. أول ما توجه إليه من علوم عصره هو علم الكلام والعقائد وأصول الدين، حتى برع في هذا المجال وأصبح ممن يشار إليهم بالبنان، ولم يتجاوز حينها 20 من عمره. ثم توجه أيضا إلى علم الفقه، وكان قد تتلمذ على يدي العالم الفقيه حماد بن أبي سليمان. العالم الفقيه حماد بن أبي سليمان هو أحد مشايخ هذا العالم الفقيه رحمه الله، ونهل من علمه الغزير حتى صار أقرب تلامذته إليه. توفي هذا الإمام في سنة 150 للهجرة في شهر رجب. ويروى في حاله قبل وفاته أنه كان قد مكث 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. يعني شوف، يصلي الفجر بوضوء العشاء، حيث كان شديد التعلق بكتاب الله، فقد كان يصلي الليلة ويقرأ القرآن في كل ليلة، وقد صلي عليه في مدينة بغداد عدة مرات، قيل أنها بلغت 6 لكثرة الزحام في جنازته، ودفن هناك رحمه الله. أول الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم، من يتكلمون؟ دانا محمد من مصر. دانا محمد من مصر، أهلا وسهلا. عرفت الإجابة؟ إي، أبو حنيفة نعمان. أبو حنيفة، شاكر لك ومقدر، وفالك التوفيق إن شاء الله. ونستقبل اتصال آخر، ومنه إلى اتصال آخر مشاهدينا الكرام. طيب، ذكرنا يا أنس أن هذا الإمام هو أحد الأئمة الأربعة، وهو أول الأئمة الأربعة الذي أسس علم المذاهب. مشاهدينا الكرام اتصال جديد، نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الصوت واضح؟ ألو، السلام عليكم. طيب، إلى أن يجلس الاتصال مشاهدينا الكرام، نحب أن ننوه على ضرورة مشاركتكم لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يسعدنا ويشرفنا ذلك كثيرا. وقناتنا في اليوتيوب وفي صفحتنا في الفيسبوك تبث هذه الحلقات بشكل مباشر، وفي بقية مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى شبكة سلام الإعلامية. مشاهدينا الكرام، إلى أن نستقبل اتصالاتكم لهذه الحلقة، دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان، بالفؤاد والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. التعلق بالله سبحانه وتعالى وأعظم ما يمكن أن يتعلق به الإنسان وأعظم ما يمكن أن يتعرف عليه، ولذلك كان العلم بالله أعظم أنواع العلوم. سنتحدث عن أسماء الله عز وجل، ونستضيف كل ليلة مجموعة من الأسماء الطيبة المباركة التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أننا ينبغي لنا أن نتودد إلى الله سبحانه وتعالى من خلال ما يحب الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته. بمعنى كلما أردت أن تناجي الله جل وعلا في أمر ما، ناده بالاسم الذي يريده سبحانه وتعالى. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. السلام عليكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونرحب باتصال جديد. عليكم السلام، الاسم الكريم؟ هناء سعيد من جدة. هناء سعيد من جدة، حياك الله هناء. هل تعرفت على الإجابة؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة، فالك التوفيق ويحالفك الحظ. وصوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من وين تكلمنا؟ أهلا والله، اسمي أحمد زكي من فلسطين قطاع غزة. أحمد زكي من فلسطين، أهلا وسهلا، حياك الله أحمد. عرفت الإجابة؟ نعم، إمام أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان، شاكر لك ومقدر وفالك التوفيق إن شاء الله. ومنه نستقبل اتصالا جديدا، نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. معنا اتصال جديد، نقول السلام عليكم. الصوت واضح؟ طيب كما جرت العادة مشاهدينا الكرام، نحب أن ننوه على ضرورة استخدام شبكة قوية للإنترنت حتى يتم لكم الاتصال بشكل أفضل. صوت واضح؟ ألو السلام عليكم، أنتم على الهواء. ألو السلام عليكم. يا موسى وين بكون؟ عزيزنا المشاهد، طبعا هناك مشكلة في الاتصال. نعود أيضا إلى ضيفنا يا أنس في هذه الحلقة. كما أنه الاتصال جاهز يا مخرجنا؟ أي نعم. ألو أنتم على الهواء. السلام عليكم. أي نعم أنت على الهواء. عليكم السلام، الاسم الكريم من أين تكلمون؟ خضرة صالح من السودان. خضرة صالح من السودان، تعرفت على الإجابة؟ نعم، أبو حنيفة النعمان. أبو حذيفة النعمان، شاكر لك ويحالفك الحظ. وصوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، حياكم الله. الاسم الكريم من وين تكلمونا؟ منال برهان من اسطنبول. منال برهان من اسطنبول، أهلا وسهلا يا منال. عرفت الإجابة؟ اي نعم، أبو حنيفة. أبو حنيفة، شاكر لك ومقدر وفالك التوفيق إن شاء الله. ألو السلام عليكم. ونستقبل اتصال جديد، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ الاسم الكريم من أين تكلمونا؟ شيماء. شيماء الضلعي. شيماء عبد الله. هل تعرفت على الإجابة يا شيماء؟ تيماء الضلعي.
الضلعي. شيماء أبو الضلعي. حذيفة النامو. أبو حذيفة النامو. طيب أبو حذيفة النامو. شيماء من تكلمينا؟ من اسطنبول. من اسطنبول. شيماء الضلعي، فلك التوفيق ويحالفك الحظ. صوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو معنا الاتصال. السلام عليكم. مرحبا حياكم الله، أهلا وسهلا. اسمك كريم؟ ندى محمد نور من الرياض. ندى محمد نور من الرياض، أهلا وسهلا يا ندى. عرفت الإجابة؟ نعم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله. شكرا لك وفالك التوفيق إن شاء الله. ونستقبل اتصال جديد ونقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اي نعم عليكم السلام، انتم على الهواء. الاسم الكريم من أين تكلمونا؟ فريدة سعيد من الرياض. هل تعرفت على الإجابة يا فريدة؟ نعم أبو حنيفة. فالك التوفيق ويحالفك الحظ. وصوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. فريدة سعيد من الرياض. ألو السلام عليكم. نوه بس انك تسمعنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا الاسم مرحبا. نبيل أمين علي من الرياض، والإجابة أبو حنيفة. شكرا لك وفالك التوفيق إن شاء الله. ونستقبل اتصال جديد. عليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ أيوب صالح من الرياض. حبيبي أيوب، تعرفت على الإجابة؟ إيه، أبو حنيفة. أبو حنيفة، إجابة صحيحة. فالك التوفيق بإذن الله. ومنه إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. الو مرحبا حياك الله. الاسم الكريم من وين تكلمنا؟ مرحبا حياك الله. عبد الهادي محمد من اسطنبول. عبد الهادي محمد من اسطنبول، اهلا وسهلا يا عبد الهادي. عرفت الاجابه؟ ابو حنيفه النعمان. ابو حنيفه. شاكر لك ومقدر عبد الهادي وفالك التوفيق ان شاء الله. ومنه الى اتصال جديد نقول السلام عليكم. لانا محمد نور. لانا محمد نور، من وين تكلمين يا لانا؟ من الرياض. من الرياض. تعرفت على الإجابة؟ أبو حنيفة. فالك التوفيق يا لانا، وبإذن الله تفوزين معنا. صوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. من الرياض. رياض. تعرفت على الإجابة؟ اسمعونا من الهاتف المحمول. ألو السلام عليكم. حنيفة. السلام. مرحبا حياك الله حبيبي. تسمعني؟ ألو. نعم. حياك الله يا مرحبا. الاسم الكريم من وين تكلمنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك الكريم من وين تكلمنا؟ إبراهيم عبد الرحمن. إبراهيم عبد الرحمن من الرياض، أهلا وسهلا. عرفت الإجابة؟ نعم. أبو حنيفة النعمان رحمه الله. أبو حنيفة. شاكر لك ومقدر وفالك التوفيق حبيبي إن شاء الله. وضيف جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك مصطفى قدو من اسطنبول. مصطفى قدو، هل تعرفت على الإجابة يا مصطفى؟ نعم، الإمام أبو حنيفة إن شاء الله. فالك التوفيق ويحالفك الحظ. صوت آخر. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا حياكم الله. الاسم الكريم من وين تكلمونا؟ هدى صالح من السودان. هدى صالح من السودان، أهلا وسهلا. عرفت الإجابة؟ نعم. أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة. شاكر لك ومقدر أبو حنيفة النعمان. واصلة الإجابة. شكرا لك وفالك التوفيق إن شاء الله. ونستقبل اتصالا جديدا نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله الاسم وبركاته. الكريم ومن يتكلمونه؟ ياسر محمد من اسطنبول. حياك الله والإجابة أبو ياسر. حنيفة. الإجابة أبو حنيفة، فالك التوفيق ياسر ويحالفك الحظ. ومن اسطنبول إلى أين؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. معي الاتصال. السلام عليكم. مرحبا حياكم الله. الاسم الكريم من تكلمونه؟ ريما سعيد من الرياض. مرحبا ومسهلا. الإجابة الإمام أبو حنيفة من عمان. الإجابة أبو حنيفة، شكلك مقدر أستاذ ريما، وفالك التوفيق إن شاء الله. وضيف جديد معنا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أنت على الهواء. الاسم الكريم من تكلمنا؟ خالد بيان من الرياض. ريما سيدنا. الاسم؟ خالد بيان من الرياض. خالد بيان من الرياض. من الرياض. حياك الله يا خالد. ايش تعرفت على الإجابة؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة، فالك التوفيق ويحالفك الحظ. ومنه إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو. مرحبا حياك الله. وعليكم السلام. الاسم الكريم من تكلمنا؟ ريان محمد عبد الله من اسطنبول. ريان محمد عبد الله من اسطنبول، أهلا وسهلا. أعطيني الإجابة يا ريان. الإجابة أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة، شكرا لك وفالك التوفيق إن شاء الله. ومنه نستقبل اتصالا جديدا، نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. اخويا لا باس عليك، لا باس عليك اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت على الهواء. الاسم الكريم؟ شاكر أحمد من الرياض. أهلا وسهلا يا شاكر. تعرفت الإجابة؟ نعم، الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة، فالك التوفيق وحالفك الحظ يا شاكر. السلام عليكم. مرحبا حياك الله. الاسم الكريم من تكلمنا؟ أحمد محي الدين من مكة. أحمد محي الدين من مكة، أهلا وسهلا يا أحمد. عرفت الإجابة؟ نعم أبو حنيفة. أبو حنيفة، شاكر لك ومقدر وفالك التوفيق إن شاء الله. وضيف جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ السماع من ألو السلام الهاتف. عليكم. أي نعم، عليكم السلام. السماع من الهاتف. عبد الرحمن محمد من اسطنبول. حياك الله يا عبد الرحمن. إيش الإجابة يا عبد الرحمن؟ الإجابة أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان، فالك التوفيق ويحالفك الحظ. السلام عليكم. مرحبا حياكم الله. السلام عليكم. الاسم الكريم من تكلمون؟ هناء براجح. ما أسمع. هناء براجح من الرياض. هناء برازح من الرياض، أهلا وسهلا. عرفت الإجابة؟ أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان، شاكر لك ومقدر وفالك التوفيق. وضيف جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم من تكلمونه؟ طاهرة محمد من الرياض. طاهرة محمد من الرياض. هل تعرفش الإجابة؟ أبو حنيفة النعمان. فالك التوفيق ويحالفك الحظ. وصوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم من تكلمونه؟ أفراح أحمد من اسطنبول. أفراح أحمد من اسطنبول، أهلا وسهلا. عرفت الإجابة؟ نعم أبو نعمان. لا أبو حنيفة. أبو حنيفة، شاكر لك ومقدر وفالك التوفيق إن شاء الله. واتصال جديد معنا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الاسم وبركاته. الكريم من تكلمنا؟ عمار جمال من مصر. حياك الله يا عمار. عرفت الإجابة؟ اي نعم أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة، فالك التوفيق ويحالفك الحظ. ومن مصر إلى أين؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام. الاسم الكريم من تكلمونه؟ ألو السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ ليلى سعيد من السودان. أبو حنيفة النعمان. ليلى سعيد من السودان، والإجابة أبو حنيفة، شاكر لك ومقدر وفالك التوفيق إن شاء الله. ونستقبل اتصالا جديدا ونقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟
وليد محمد ومصر. حياك الله يا وليد، تعرفت على الإجابة؟ اي نعم، ابو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان، فالك التوفيق ويحالفك الحظ. وصوت ألو، آخر. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم من يتكلمون؟ منى سعيد من البحرين. منى سعيد من البحرين، أهلا وسهلا يا منى. عرفت الإجابة؟ أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان، شاكر لك ومقدر وفالك التوفيق إن شاء الله. ونستقبل اتصالا جديدا ونقول ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم من يتكلم منه؟ معك مودة حسين من السودان. مودة حسين من السودان، تعرفت على الإجابة؟ الإجابة أبو حنيفة النعمان. فالك التوفيق ويحالفك الحظ. ومنه إلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. رحمة حسين من السودان. رحمة حسين من السودان، أهلا وسهلا. عرفت الإجابة؟ نعم، أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان، شاكر لك ومقدر وفالك التوفيق إن شاء الله. ومنه السلام عليكم. نستقبل اتصالا جديدا. عليكم السلام. الاسم الكريم من أين تكلمنا؟ خالد ريحان من اسطنبول. حياك الله يا خالد، هي الإجابة؟ أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان، فالك التوفيق. منه إلى صوت جديد. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. أنت على الهواء. مرحبا، حياك الله. حياك. الاسم الكريم من وين تكلمنا؟ خالد القطب من اسطنبول. خالد القطب من اسطنبول. تعرفت على الإجابة؟ نعم، أبو حنيفة. أبو حنيفة، شاكر لك ومقدر وفالك التوفيق أستاذ خالد. السلام عليكم. وضيف جديد. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ أيهم قطان من اسطنبول. حياك الله يا أيهم، تعرفت على الإجابة؟ أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان، فالك التوفيق ويحالفك الحظ. صوت آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الاسم الكريم من وين تكلمون؟ رحمة بيان من الخفجي. رحمة بيان من الخفجي، أهلا وسهلا. عرفت الإجابة؟ أي الإمام أبو حنيفة النعمان. الإمام أبو حنيفة النعمان، شاكر لك ومقدر وفالك التوفيق إن شاء الله. ونستقبل اتصالا جديدا ونقول السلام عليكم. ضيف جديد معنا، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم من تكلمنا؟ ندى أنور من اسطنبول. ندى أنور من اسطنبول، تعرفت على الإجابة؟ أبو حنيفة النعمان. فالك التوفيق يا ندى ويحالفك الحظ. صوت آخر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، حياك الله. الاسم وعليكم الكريم؟ السلام ورحمة الله. عبد الرحمن أحمد علي من الرياض. عبد الرحمن أحمد علي من الرياض، أهلا وسهلا. عبد الرحمن، عرفت الإجابة؟ الإجابة هي ابن حنيفة، أبا حنيفة النعمان. أبا حنيفة النعمان، شكرا لك حبيبي وفالك التوفيق إن شاء الله. ونستقبل اتصالا جديدا وضيفا جديد. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم من تكلمنا؟ عبد العزيز زبيدي. عبد العزيز زبيدي. عبد العزيز الزبيدي. من تكلمنا عبد العزيز؟ من الرياض. من الرياض. حياك الله. هل تعرفت الإجابة؟ أبو حنيفة بن نعمان. أبو حنيفة النعمان، فالك التوفيق عبد العزيز. أنتم على الهواء، أهلا وسهلا. الاسم الكريم. السلام عليكم. مرحبا، حياك الله. الاسم الكريم من تكلمنا؟ بدر بيان الرياض. بدر بيان من الرياض، أهلا وسهلا يا بدر. عرفت الإجابة؟ اي نعم، أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان، شاكر لك ومقدر وفالك التوفيق إن شاء الله. ونختم بهذا الاتصال ونقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ ياسين بدران من سوريا. ياسين بدران، حياك الله ياسين. تعرفت الإجابة؟ نعم، أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان، شاكر لك يا ياسين ويحالفك الحظ. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم السحب، فانتظرونا. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. مفهوم الإحكام في القرآن الكريم مفهوم
عميق جدا ومهم جدا، لأنه يتصل بالثوابت الكلية. الأزمات التي نعانيها نفسيا، والأزمات التي نعانيها سلوكيا، والأزمات التي نعانيها في مسيرتنا في الحياة، سنلاحظ بأن الأساس فيها هو التصورات. فإذا كان التصور خاطئ سينتج أيضا أعمال خاطئة، والتصور الصحيح ينتج لنا أعمال صحيحة. كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو أخ لك، سواء كان في الهند أو في المغرب أو في الصين أو في أمريكا أو في أوروبا. أمة الإسلام كلها تربطها أخوة خاصة، بغض النظر جمعتهم ولاية سياسية ما جمعتهم ولاية سياسية، كانوا في دولة واحدة في دول مختلفة في أعراق متباينة، إلا أنهم أهل الإسلام إخوة في مريض. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. التعلق بالله سبحانه وتعالى وأعظم ما يمكن أن يتعلق به الإنسان، وأعظم ما يمكن أن يتعرف عليه، ولذلك كان العلم بالله أعظم أنواع العلوم. سنتحدث عن أسماء الله عز وجل، ونستضيف كل ليلة مجموعة من الأسماء الطيبة المباركة التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أننا ينبغي لنا أن نتودد إلى الله سبحانه وتعالى من خلال ما يحب الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته. بمعنى كلما أردت أن تناجي الله جل وعلا في أمر ما، ناده بالاسم الذي يريده سبحانه وتعالى. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ثم قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيذاء. في ناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجار، يقول البر والفاجر. من الفجار اللي ممكن الله ما شاء الله. شايف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجل ملهم. إيش يعني رجل ملهم؟ دائما توقعاته تكون في مكانها، هذا الرجل الملهم. قال الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مجادل. يجادل من يا إخواني؟ يجادل الله. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نحييكم مرة أخرى، ونذكر بأن الإجابة لهذه الحلقة فعلا كانت إجابات صحيحة. هو الإمام رحمه الله أبو حنيفة النعمان، وهو أحد يعني أوائل الأئمة الأربعة. طيب ننتقل وياكم إلى الفقرة المحبة للجميع، وهي السحب مع الزميل أنس. عطنا الفائز يا أنس. الفائز معنا لهذا اليوم كل ترقبه ما شاء الله الأستاذة رحمة بيان من الخفجي، هي الفائزة معنا اليوم بجائزة قيمتها $100. رحمة بيان من الخفجي، ألف مبروك، جائزة قيمتها $100. والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على يعني حسن المتابعة، حسن المشاركة. إن شاء الله من لم يفوز معنا في الحلقات القادمة بإذن الله يكون الفوز من نصيبه. والشكر موصول لك عبد الرحمن أنت أيضا. والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين الكرام. بعد الشكر موصول لك أكيد يا أنس بيان. إلى لقاء قريب بإذن الله مشاهدينا الكرام. طبعا كما ذكر لكم أنس إن شاء الله بازالت الحلقات مستمرة، من لم يفوز معنا اليوم يفوز معنا إن شاء الله لاحقا. مشاهدينا الكرام البرنامج مستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة
من كل أسبوع. ننتظركم بإذن الله في حلقة الغد. إلى ذلك من حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا قيمون.